انا بخاف من حاجه؟ بخاف ربنا. انا شايف ان اهم ملف ممكن يكون موضوع في الحسبان بالنسبه للرئيس القادم هو ملف التعليم. التعليم على فكره يعني هو اللي بيرفع اي بلد. التعليم، لان التعليم هو اللي بيبني عليه اساس البلد كلها. اهم حاجه النظافه وبعد كده التعليم، او لا يستحسن اللي يبقوا الاثنين مع بعض. واحنا ما بنطلبش من حد المستحيل، احنا عايزين نبقى كويسين وخلاص، ده اللي يهمنا. الدنيا بعد ما مصر كانت الدنيا، الناس كلها بتضحك علينا النهارده، الناس بتضحك علينا، الشوية المعفنين بيضحكوا علينا. انت المصور، انت المخرج، وكمان المذيع. زيع انت، الله يفتح عليك، زيع انت يا بطل. يعني انا نفسي ان الناس يعني نفسي التلاميذ يحبوا المدرسه، مش اللي هو انا كشخصي ما استفدتش ولا اي حاجه من المدرسه. بس المشكله ان التعليم اللي احنا بنتعلمه غير اللي احنا في الحياه العمليه خالص. انا شايف ان المشكله الاساسيه اللي لو اتحلت هتحل مشاكل تانية كتير وراها هي مشكله البطاله. لو حلينا مشكله البطاله نسبه المخدرات اللي الشباب بياخدوها هتقل، الناس هيبقى عندها فرص اكبر او قدره اكبر على ان هي تتجوز، وامكانيات الماديه مرتاحه، العنوسه هتقل. انا يا موتي عايز الطرمبه. سمعوا. عايز الطرمبه هنا اهو. اسمعك في حته منها. قادر وتعملها وتنسى هواك، الغدر من طبعك عايش جواك. المشكله ان البنت دلوقتي بقت اي حد يجي يتعرض لها، دي مشكله جامده. نتعرض لها حتى واحنا خارجين من المدرسه، في مدرسين بيتعرضوا للبنات، مشكله جامده قوي. احيانا ما بننامش بسبب المشكله دي. يا الله اللي بره سامعنا. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. كنت مرتبه شويه كلام كتير قوي في دماغي، بس اول ما قعدت عمري في حياتي ما حد سمعني او قال لي قولي اللي انت عايزاه. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. المفروض بقى يحطوا لنا حاجه عدله في المدرسه. المفروض يعني مثلا يحطوا لنا مثلا ملاهي، ده احنا ما عندناش ولا واحده. يعني يحطوا لنا ولا لعب عندنا حتى، ولا تكييف في الفصل، ولا مروحه حتى. هنعمل ايه اكتر من كده؟ على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.